مرحبا. علم السكون، مقاومة المواد. مثال واحد: الجهاز المبين بشكل واحد مقطعه مستطيل 20 ضرب 30 سنتيمتر. المطلوب ما يلي. الجزء الأول بيتعلق بعلم السكون. الطلب الأول: احسب ردود الأفعال في مسانده، يعني مساند الجهاز. الجزء الثاني بيتعلق مقاومة المواد. الطلب الثاني: احسب وارسم مخطط القص تي، يعني 3 احسب وارسم مخطط الإجهاد الناظمي بالانعطاف للمقطع سي، وتحقق من المتانة حيث الإجهاد الحدي 2 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع. الحل واحد. فيما يتعلق بعلم السكون، هاي هو الجائز، هاي المسند A في مركبتي رد فعل، هاي المسند B، وهي هون عندي برندة، وهي عندي القوة هاي 8 كيلو نيوتن، وهي عندي شدة الحمول الموزعة 6 كيلو نيوتن. طبعا مساحتها اللي هي 12 كيلو نيوتن اللي هي تكافئ هذه الحمولة. طبعا فيما يتعلق بعلم السكون، طبقت شروط السكون: اسقاط على المحور اكس يساوي 0، طلع معي ال HA 0، اسقطت على المحور واي، هاي معادلة الاسقاط، واخذت العزوم بالنسبة للمسند A. اخذت المعادلة هاي حليتها، طلع معي VB، عوضت VB بVA، طلع معي VA، وهي أجوبة ردود الأفعال. VB 13 كيلو نيوتن، VA 7 كيلو نيوتن، وHA 0 كيلو نيوتن. إذا هون تطبيق شروط السكون. مخطط القص هاي هو مثل ما انتم شايفين، هاي مخطط القص في كل مقطع من المقاطع. طبعا اخذت انا القوى العمودية على محور الجائز، هاي هو المخطط. القسم العلوي هو الموجب، وهاي القيم هون القسم السالب هو الموجب، وهاي في كل مقطع قيمة اللي حسبتها وفقا لمين. فيما يتعلق مقاومة المواد، اخذت القص طبعا من اليسار، هاي معادلات الحساب، هاي تي A، هاي تي سي، تي بي، وهاي تي دي احمرتين، وبينات معي وين على المخطط. الإجهاد الناظمي، الحقيقة حسبت أنا العزم في المقطع سي من اليسار، هاي اصطلاح الإشارة من اليسار. هاي عندي ام سي تساوي 2 بي في اي ناقص كيو بواحد، هاي هي في اي بالنسبة لسي هون بعدها 2، وهاي هون بتدور هاي هيك اللي هي ناقص كيو بالواحد. طلع معي جواب الام سي هياته 2 كيلو نيوتن ضرب متر. طبعا الاجهاد الناظم بالانعطاف هاي علاقته العزم على العزم المقاوم في المقطع سي، والعزم المقاوم هون للمقطع سي لانه مستطيل علاقته بي اتش مربع على 6، هاي جواب 3000 سنتيمتر مربع. بعد التبديل بالعلاقه طلع معي الاجهاد الناظم بالانعطاف زائد ناقص 0.066 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع، هي الاجابه. المتانه لازم هذا الاجهاد الناظم بالانعطاف يكون اصغر او يساوي الاجهاد الحدي اللي نعطيته بنص المساله، فعلا الشرط محقق وبالتالي المقطع متين. رسمة المخطط ها هي رسمة المخطط، القيمة الموجبة للإجهاد الناظمي على اليمين والقيمة السالبة من هون على الشمال، وصلت بيناتهم بالخط. ها هو القسم الأول العلوي مضغوط والقسم السفلي مشدود. وشكرا لحسن الاستماع.